السلام عليكم. انا شايف بقالي يومين ثلاثه مجموعه من الناس اللي ما يعرفوش ربنا بيبيعوا ويشتروا في شرف واحده او في عرض واحده. بقالي يومين ثلاثه وبيجي لي تعليقات كتير، كله يقول لك شفت فيديو يا حبيب رضا، عاوز تشتري فيديو يا حبيب رضا، اللي عاوز يشتري فيديو يا حبيب رضا ب 300 جنيه. والله اعلم الفيديو ده ذكاء اصطناعي ولا مفيش فيديو اصلا وبيشتغلوا بعض وبيمثلوا على بعض. حابب اقول لكم ان كلنا عندنا ولايه. الناس اللي بتعمل الحاجات دي المفروض تتجاب وتتعلق في ميدان عام. العالم ده ممكن تدمر بنت وتخليها تأذي نفسها، سواء عملت او ما عملتش حاجه تخصها. انت ليه بتبيع في عرضها؟ يعني انا اقسم بالله انا تعليقات اللي عاوز فيديو حبيبها رضا ب 300 جنيه تعالى وانا اديهولك. طب ولا حد قال لك معايا فيديو امك؟ انت يبقى ظروفك ايه؟ ملاحظ ان الدنيا كما تدين تدان. فالمفروض ان الناس اللي بتعمل الحاجات دي تتجاب، زي ما طلعوا قانون هنا في ايطاليا اللي هو الخاصي بالحقن، يخصوهم بالحقن، اللي هم يدوهم حقن ما يخلوهمش رجاله تاني. فحسب الله وكل نعم الوكيل في كل واحد بيتاجر بعرض واحده، في كل واحد بتسبب ان واحده ممكن تأذي نفسها، سواء حصل او ما حصلش ربنا يسترها عليها ويسترها علينا. حسب الله ونعم الوكيل فيكم.